2018 بعدين تم تحريرها بشكل كامل ولله الحمد. هنا القنيطرة، حيث حققت المعارضة السورية مكاسب جديدة في ريف المدينة قرب الجولان. مواقع المعارضة بثت صورا تظهر تجول عناصرها في المكان الذي سيطرت عليه بعد معارك عنيفة كانت الأنفاق عاملا قويا فيها، وبذلك تكون قد سيطرت على كامل خط الحدود مع إسرائيل في الجولان، في حين لم يبقى للنظام سوى طريق واحد باتجاه الشرق. ما هي أهداف السيطرة على هذه المدينة؟ تسعى المعارضة حاليا لقطع طريق الإمداد الاستراتيجي بين درعا وريف دمشق الغربي وسط عمليات قصف من جانب قوات النظام. ويرى خبراء عسكريون أن السيطرة على القنيطرة تسمح للمعارضة بالمناورة والاختباء والإمداد لقواتها من الشمال والجنوب والشرق والغرب وبعمق 15 كيلومترا، وكذلك التواصل مع فصائل المعارضة الأخرى في الريف الغربي والجنوبي لدمشق. مع السيطرة على القنيطرة تكون المعارضة قد حررت مستطيلا حدوده من الشمال تتمثل في نقطة تل مسحرة في القطاع الأوسط في ريف المدينة، وهي من أهم النقاط، إضافة إلى منطقة نبع الصخر التي تم تحريرها أيضا، ومن الجنوب النقطة المثلثية الواقعة بين سوريا والأردن وإسرائيل.